السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده إن شاء الله هنتكلم يا جماعة عن مافيا وكلاء اللاعبين في الدوري المصري. هنحط إيدينا في عش الدبابير والله المستعان. أنا بصراحة الناس دي احترت لها. أنا لا عارف لهم كانوا لعيبة كورة سابقين، ولا ناس بتوع بيزنس، ولا بيعملوا إيه، ولا بيفكروا إزاي. الناس دي بتتصرف بطريقة مش طبيعية. مين وراهم، مين بيحميهم، مين بيراقبهم، مين بيحاسبهم، محدش عارف حاجة بصراحة. بيتصرفوا على الهوا، وما شاء الله وصلوا لمرحلة إن مش فارق معاهم لعيبتهم، المهم هواه الشخصي. يعني ممكن يكون بيبوظ صفقه هتجيب له ملايين عشان يحقق حاجه في دماغه، ما هو خلاص اللهم صل على النبي ظبط الاداء. بيتصرفوا بطريقه مش هقول لكم بقى مش طبيعيه، لا لا، طريقه مش مفهومه نفسيا. يعني المفروض اخصائيين علم النفس يناقشوا تصرفات وكلاء اللاعبين. ومين دول؟ طب انا عايز اعرف حاجه، هل الناس دي في رقابه عليها؟ يعني لو تصرفوا غلط مين بيراقبهم، مين بيحاسبهم؟ الانديه بتقدم عقود، اي نعم دلوقتي بقت عقود وهميه، ودينا عارفين كل القصه المتخلفه اللي عايشينها دي. اللعيب كان بياخد 100 مليون بعقده ب 5 مليون ما شاء الله. ما علينا. الوكلاء بقى دول مين اللي وراهم؟ مين اللي بيحاسبهم؟ طب لو اساءوا وعملوا سموم زي اللي عاملينها كده، مين اللي بيتدخل ويقول لهم لا كده كيخ يا حبيبي عيب كده يا بابا؟ ما حدش. ها، ما لهمش رقابه، عاملين زي مصر، زي سماسره الشقق. بس مسار الشقق مش في دماغه، كده كده عايز يبيع الشقه، راجل محتاج. لكن دول ما شاء الله ما بقاش في دماغهم حاجه خالص غير الهوى الشخصي وتصرفات مريبه. تابعين لانهي مافيا عالميه الله اعلم. انا مش عايز اقول اسماء حد، مش عشان حاجه وقضاء والكلام ده، لا لا لا، الناس عارفاهم كلهم. هبطوا بالباراشوت على الوسط الرياضي دمروه. نفسي افتكر واحد فيهم، تقريبا واحد او اتنين اللي كانوا بيلعبوا كوره وكانوا فشله بصراحه. يعني واحد فيهم ليه انجاز انه شال لعيب كان مغمى عليه، ده تقريبا البطوله اللي عملها في حياته. الباقيين كلهم محدش يعرف عنهم حاجه يعني بصراحه. اللي باسم شارع في المهندسين، واللي باسم ميدان مش عارف فين، لكن غير كده محدش يعرف عنهم حاجه، ولا بيتصرفوا ازاي، ولا بياخدوا. طب حتى عقد الوكاله ده مش رسمي. يعني انا كراجل قانوني، يعني انا يعني قادر، انا خريج حقوق. الناس دي ما بتصرفش قانونا صح في مصر، ما لهمش اي تواجد قانوني. بغض النظر عن الحاجات اللي ما تخصناش احنا كناس مشجعين كوره او متدخلين في الوسط الرياضي. ايه علاقتكم بقى انتوا بالكوره؟ بتتصرفوا كده ليه؟ وعايزين ايه؟ وعايزين توصلوا ايه؟ تربح مادي، ربنا يزيدكم، مفيش مشكله خالص، ده رزق المولى عز وجل مقدره لكل البشر. التصرفات المسمومه واللي يروح يهرب لعيب من صفقه عشان نادي هو بيكرهه والكلام ده، حبيبي روح حل خلافاتك على القهوه مع قرايبك مع نسايبك، ما تقرفناش، ما تزهقوناش والله العظيم. بقيتوا غلسه غلاسه اغلس من توفيق الدقن في فيلم بحبك يا حسن. واقف على الناصيه بتكالح وتتغلس على خلق الله وترمي بلاك، وانت مالكش اي علاقه بالرياضه، لا لعبتها ولا شفت تفاصيلها ولا اتحليت في يوم باخلاقها ولا تعرف عنها حاجه. حبيبي روح اعمل بيزنس بعيد عن الكوره، ما تقرفناش. يتصرفوا صح وكلاء لعيبه ونيله، ما تشوفوا كده وكيل صلاح، ما تشوفوا الناس. عشان بصراحه بقيتوا حاجه يعني، ايه ده؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.